الوداعي. مساء الخير ابو ثامر. مساء الخير استاذ وليد، ومساء الخير كابتن محمد، ومساء الخير استاذ عامر. ابو ثامر، ما ادري ابدا معاك من وين، لكن ليه؟ خلاص يعني قدمنا اللي علينا والبقيه اللي فيهم الخير والبركه ان شاء الله يقدموا اللي عليهم، والحمد لله. وانا يعني هذا حتكون اخر مداخله اعلاميه ايضا لي في اي مجال يتعلق في الرياضه. فان شاء الله باذن الله نتمنى ان شاء الله باذن الله، واكرر انا ان شاء الله اذا اخطانا في حق احد ان يسامحنا، واللي مخطي في حقنا احنا مسامحينهم، وان شاء الله نتمنى باذن الله لنادينا الاتحاد كل الازدهار والتقدم ان شاء الله باذن الله. ابو ثامر، تقدمت وتحدثت انك ستتقدم للرئاسه، وجمهور الاتحاد كان منتظر تقدمك لملف الرئاسه، وبعدين فجاه يصدر هذا البيان. هل هناك ما لا تستطيع ان تقوله عبر وسائل الاعلام، ام هناك اسباب اخرى؟ لا والله انا الفكره ما فيها، حقيقه الموضوع ده لا اريد ان اخوض فيه اكثر من اللازم، فخلاص الحمد لله اللي علينا قدمناه، اللي نصل ان شاء الله خدمنا في بلدنا، والحمد لله باذن الله. يعني على الاقل ان الانسان ساهم في رد جزء بسيط من دين هذا البلد عليه، وان شاء الله باذن الله ان القادمين فيهم الخير والبركه، وخلاص قررنا ان نرتاح من الوسط الرياضي كله. القرار قرار شخصي عائلي في المحيطين بك؟ لا، هذا قرار شخصي مني انا شخصيا، وحبيت اعلنه. يعني انا اقول لجماهير الاتحاد ان شاء الله باذن الله انكم تسعدوا دائما، وانكم تتوفقوا دائما، وان شاء الله من كل رياضه بلدنا تكون في ازدهار وخير باذن الله على نفسك. طب عشان بس استوعب ابو ثامر، يعني تعلن انسحابك من الوسط الرياضي رسميا، هذا مش انسحاب من رئاسه الاتحاد، حتى عضويه الشرف، حتى من التواجد كعضو شرف اتحادي ايضا؟ اي نعم، انا منسحب من كل مجال رياضي في الوسط الرياضي ككل، يعني بشكل نهائي؟ بشكل نهائي، حتى اعلاميا ان شاء الله نشوفكم على خير باذن الله. ابو ثامر، انت عارف ان القرار هذا حتكون له ردود فعل يعني في الشارع الاتحادي صادمه، راح يتعرضون لصدمه. ابدا، انا زي ما اني خدمت الاتحاد في مجالات كثيره، اتمنى ايضا من جميع الاتحاد. ليس نادي الاتحاد هو القائم على منصور بلوي، نادي الاتحاد في رجالات كثيرين ويقدروا يقومون يخدمون نادي الاتحاد ان شاء الله اكثر من منصور بلوي واحسن من منصور بلوي باذن الله. ويعني هذه رغبه شخصيه لي، انا اتمنى ان الجميع يحترمها يعني. طيب، يعني أنا بس برجع لك على النقطة، بما أنها المداخلة الأخيرة والظهور الإعلامي الأخير، خلينا نحاول استثمرها. بس شفت مباراة الاتحاد مع الأهلي، هي يعني كان الحضور الأخير لك في الملعب راح يكون؟ لا يعني طبعا هو الحضور الأخير لي في الملعب، لأن أنا خلاص اعتزل الوسط الرياضي ككل يعني، لكن الاتحاد لم يظهر في المستوى. حقيقة الأهلي يستحق الفوز ونبارك لهم يعني حقيقة. ابو ثامر، في اعتقادك لما يترأس احد، او لو حاول احد يجي رئاسة الاتحاد، ويعني خلينا اخذ بس جزئية، انت لما دخلت الاتحاد وترأسته، ايش كان حلمك؟ ايش كنت تبغى توصل في الاتحاد لما ترأسته في السنوات الماضية؟ والله انا كان حلمي اني اوصل في الاتحاد للعالمية ونشارك في أندية كأس العالم، والحمد لله هذه تحققت يعني الحمد لله انها تحققت، لكن ان شاء الله باذن الله انه يجي رئيس نادي الاتحاد انه يوصل الى اكثر من هذا باذن الله. ليش منصور البلوي حبوه جمهور الاتحاد؟ ايش اللي كان فيك مختلف؟ المختلف شيء واحد، لان منصور احب جمهور الاتحاد وعرف قيمه جمهور الاتحاد وقدر هذا الجمهور وما يريد هذا الجمهور، فبالتالي انسان يبادلك الحب اكيد انك حتبادله الحب يعني. ابو ثامر، يعني جتنا رسائل كثيرة من جمهور كانت تتساءل البارح، كان البعض يتحدث عن إرهاصات وملامح عن هذا الموضوع، يعني أنه ربما أبو ثامر ينسحب، ربما يبتعد، ربما ما يهون عليك الاتحاد تتركه في هذا التوقيت، خاصة يعني أنه الأمور ما هي واضحة، يعني الأمور ما هي واضحة أبدا. كانت في النادي شيء تعبتوا فيه أنتم مجموعة من الأشخاص، توارثتوه منذ يعني لما نقول المحطات الرئيسية في تاريخ الاتحاد، مع كامل الاحترام والتقدير لكل الشخصيات الموجودة، لكن تشوف الأمير طلال بن منصور، ثم تشوف يوسف الطويل، ثم تشوف طلال بن منصور، ثم تشوف عبد الفتاح ناظر، بعدين تشوف منصور البلوي، واحد من الأركان الأربعة اللي ساهمت في صناعة الاتحاد الحديث.
قرار مفاجئ بالشكل هذا، يعني ما اعتقد انها كانت عقب غدوه الواحد يعني طلعت في راسه، الموضوع كنت تفكر فيه من متى؟ لا الموضوع مو الموضوع للامانه كان من اسبوع تقريبا، وانا ارجعت الموضوع هذا حقيقه على اساس مشاركه نادي الاتحاد حتى يخرج نادي الاتحاد. يعني ان شاء الله كنت اتمنى انه يخرج كاسبا النهائي، لكن عاد ما صار الحمد لله، ونحمد الله على كل شيء. لكن يعني الموضوع ما هذا مولد، كان هذا قرار للامانه من اسبوع تقريبا، وانا رجعت الى يعني لما بعد المباراه. قالوا لك لا ترأس النادي صراحه؟ لا احنا ما، انا قلت لك يا استاذ وليد ما بخوض في هذا النقطه لسبب واحد، انا هذه رغبتي الشخصيه، اتمنى ان الناس تتقبلها، وانا زي ما قلت لكم اتمنى من الكل يعني اللي انا اخطات بحقه واخطا بحقي اني انا مسامحهم وهم يسامحوني، واتمنى انها رغبه شخصيه لي يحترموها وانا احترم ارائهم كلها. الاستاذ عامر يبغى، عامر عبد الله يبغى يتداخل معك يا ابو ثامر. هلا استاذ عامر، هلا حياك الله. اولا انت قدمت شيء للتاريخ في نادي الاتحاد، وقدمت شيء الناس كلها تعرف من هو منصور البلوي داخل السعوديه وخارج السعوديه، ولست في مكان اني اجامل، ولكن اعتقد من حق جمهور الاتحاد ان يستأنف هذا القرار اللي صدر من منصور البلوي، ومن حقهم بهذا العشق وبهذا الحب. يعني انا اتوقع بعد خسارة كل البطولات للاتحاد هذه السنة كانوا ينتظرون بطولة منصور البلوي بأنه يرجع لهم، وأنت تدرك مدى عشق وحب الجمهور لمنصور البلوي. القرار اللي اتخذ اليوم هو قرار تاريخي يدخل من ضمن نطاق 2011 والغرائب الكبيرة اللي فيها. وأقول لك يا أبو ثامر، إن كنت مصر في قرارك تبقى أنت سيد قرار نفسك، لكن أنا أقول لك هذه خسارة كبيرة جدا لن تعوض في نادي الاتحاد. في فترة الاتحاد محتاج إلى أهم رموزه ولأهم قياداته، وأنت تجي على رأسهم في الفترة الحالية، وبالتالي أعتقد أن الصدمة كبيرة جدا. خسارة الدوري لن تعني الاتحاديين كثير، خسارة كأس ولي العهد لن تعني كثير، خسارة الكأس الأخيرة، خسارة كأس آسيا لن تعني كثير، لكن خسارة أحد الأبناء الأوفياء الرجال اللي تفانوا في خدمة نادي الاتحاد مثل منصور البلوي هي الخسارة الأعظم على الأقل في آخر 20 سنة بالنسبة لنادي الاتحاد. أتمنى أن تقبل قرار الاستئناف من قبل جمهور الاتحاد إن كان هناك قرار، لأن هذا الجمهور لمسته عن قرب، يعشق شيء اسمه منصور البلوي، والمحبة ما تجي من فراغ يا أبو ثامر، محبة تكونت من سنين ليس بالمال بل بالعمل وبالإخلاص. الناس تحبك كثير، واعتقد من حقهم أنهم يستأنفون القرار. أول شيء أشكرك على كلامك، لكن يعني أنا بالنسبة لي حقيقة يعني لو أنا حسيت أن وجود منصور البلوي حيخدم نادي الاتحاد كنت يعني أكثر الناس وجها، لكن أنا اخترت القرار هذا، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله إن الله يوفقنا ويوفق نادي الاتحاد بإذن الله على ما فيه الخير. وهذا وأدرني أستاذ وليد أنا. طيب أنا بس سؤالي الأخير لك أبو ثامر، بس آخر يعني هذا آخر مرة يمكن يسمعونك فيها جمهور الاتحاد، الهوى لك، قول لهم اللي تبغى تقوله لجمهور الاتحاد. لجمهور الاتحاد حقيقة يعني أقول لهم إني أشكر حبكم وثقتكم فيه، وصدقوني إني كنت أنا يعني اللي بقول لكم يعني إن شاء الله قد ما كنت أقدر وأنا رئيس نادي الاتحاد إني أكون محل ثقتكم ومحل إن شاء الله إني أقول قد وصلت في النادي الاتحاد إلى ما كنتم تتمنون، وإن شاء الله بإذن الله أقول لكم إن شاء الله، وأنا أدعو معكم إنه يجي من هو أفضل من منصور البلوي ويحقق الاتحاد إنجازات أفضل من منصور البلوي، وإن شاء الله إلى لقاء. ولا تحرجوني في الموضوع هذا، يعني للأمانة هذا قرار نهائي يعني بالنسبة لي لا رجعة فيه. شكرا لك. وشكرا. يعطيك العافية أستاذ منصور البلوي، عضو شرف نادي الاتحاد اللي أعلن انسحابه من المشهد الرياضي السعودي. نشوف رأيك كابتن محمد، عندك تعليق في الموضوع؟ والله ابو ثامر، اعتقد انه خساره للرياضه السعوديه وخساره لنادي الاتحاد. اعتقد اي رئيس ناجح يا ابو بدر انه الجمهور يا يطالب بعودته او يطالب باستمراره. اعتقد ابو ثامر يمكن دفع من جيبه الخاص الملايين والملايين على نادي الاتحاد، واعتقد ان الاجهزه الفنيه المميزه من اللاعبين الاجانب المميزين وصل النادي للبطولات والانجازات وكاس العالم. اعتقد انا لو انا من ضمن جمهور الاتحاد يمكن ما اقبل بهذا القرار نهائي، لانه منصور بلوي اعتقد انه يجيني رجل اعمال وبفكر اعتقد فكر عالي واخسره بالسهوله هذه.